اهلا، لو بتحب الالعاب الجماعيه ولمة العيله يلا بينا اوريك حرفيا لعبه مسخره بمعنى الكلمه. لعبه جامده جدا ومسليه، لعبه اسمها قول امين. اوكي، يلا بينا نشرح اللعبه دي ونعرف اللعبه دي بتتلعب ازاي. انا حرفيا لعبت اللعبه دي، من اجمل الالعاب اللي بتخلي اللمه كلها ضحك حرفيا. بص، اللعبه اول حاجه بيجي بكروت اصفر ازرق احمر. اوكي، هنسيب الاحمر ده اخر حاجه لان احنا ممكن اوقات نحتاجه واوقات لا. اهم حاجه دلوقتي مثلا هي ليها طريقتين، هقول لك طريقه دلوقتي وطريقه في اخر الفيديو. اوكي، انا دلوقتي مثلا هنلعب 5 اشخاص. ال5 اشخاص الفكره الكروت الصفراء بتيجي اوموشنات كلها يعني هنا مثلا بيقول لك ايه، لما تجيب طلب غلط لمامتك. اوكي، ايه الفكره هنا مثلا؟ وبيقول لك هنا لما ايه، لما الاتش بار يقول لك انت مبسوط معانا. دي كلها اوموشنات. الفكره انت تشوف انسب حاجه مع الصوره اللي انا هنزلها وتنزل الاوموشن بتاعها ازاي بقى. احنا دلوقتي في حكم، احنا مثلا 5 اشخاص، 4 هيلعبوا وفي حكم فينا. الحكم بيوزع على كل واحد مثلا 8 ورقات. اوكي، كده انا معايا 8 وده 8 مثلا وده 8. اوكي، ال4 اشخاص كده كل واحد 8 ورقات. بعد كده بيقوم مختار اي اوميشن من دول، اي شكل ينزل الشكل ده. وكل واحد دي اوميشنات افلام كلها. اوكي، كلها افلام باشكال مختلفه زي ما حضراتكم شايفين كده. الفكره انت تشوف ايه انسب حاجه يناسب الموقف او الصوره دي في الكتابات اللي معاك. مثلا شايف ده الشكل بتاعه مكشر مثلا، انت تقوم تقرا اللي معاك كله وتشوف انسب حاجه. انا شفت دي مناسبه مثلا بقوم منزلها. اوكي، والشخص ده شاف دي مناسبه ينزلها، والشخص ده شاف دي مناسبه ينزل. كل واحد يشوف الكتابه انه انسب حاجه. بعد كده الحكم بيقوم واخدها ملخبط كده ويقراهم ويقول انسب حاجه دي. فالشخص اللي هو ده مثلا الحاجه دي بتاعت انا، فبيقوم واخد ايه، واخد الصوره بتاعته كده. ده معاه كارت، وفي الاخر بعد ما نخلص الجيم اكتر واحد بيكون معاه كروت هو اللي بيكسب. تخيلت الفكره؟ اكتر حد بيكون منزل ايموشنات او كتابه تناسب الصوره دي هو اللي بيكسب، وهو الحكم اللي بيقرر. دلوقتي الطريقه الثانيه، دلوقتي احنا 5 وانا محتاج اشارك مع اصحابي مثلا. بعمل ايه؟ ببدا احنا ال5 كل مره مثلا الدور ده اللي هيبقى الحكم، وهو اللي هيحكم ما بين ال4. بس هو ما بيشوفش حاجه لانه بيلخبط الورق بعد ما الولاد ينزلوه. بيبدا يلخبط الورق بالشكل ده علشان ايه؟ علشان يختار انسب حاجه مناسبه مع الصوره. الجيم اللي بعده الشخص ده اللي هيبقى الحكم وهو اللي يقرر. بس الحكم ما بيلعبش الجيم معاهم، يعني هم 4 بس الحكم هو اللي بيختار انه صوره. الجيم اللي بعده الحكم. كل جيم بنخلي الحكم ايه، كل جيم بنخلي الحكم شخص فينا، بس الحكم ملوش ان هو يلعب الجيم ده. فاهمين الفكره؟ فحرفيا اللعبه كلها ضحك، لان انت الحكم هو بيقرا اصلا اوشنات او الكتابه اللي مناسبه مع الصوره، انتوا بتضحكوا. حرفيا لعبه لو انتوا عدد 8 9 كل ما يكون العدد كبير بتكون اللعبه اجمد لعبه. احييها بجد، اديها 9.5 من 10، لان ايه، مفيش حاجه تاخد 10 من 10 طبعا في الالعاب. 9.5 من 10، حرفيا لعبه جامده جدا جدا جدا. وهتلم العيله وهتلم الشله وهتلم الصحاب حرفيا، لان ممكن اب هو واولاده يلعبها، ام تجيبها هي واولادها، شباب، الجو ده كله. حتى على القهاوي وفي السهرات الجميله اللعبه دي مناسبه. سلام.